هنا يا حبايبي انا حطيت الميه غليت وسقطت فيها الفراخ وشلت كده الريم بتاعها، هي ما كانش فيها ريم كتير يعني. هنحط لها ايه بقى؟ معانا هنا ماء فلفل، كمون، بهارات سبعة، زر الورد، فصين توم بيشيلوا الزفاره، وطماطمايه، وبصل، والورق اللوري. بس هو ما فيش اي توابل تانية غير الفلفل والكمون وبهارات السبعة بس، واللي هما وردتين دول بس. نسمي ونصلي على الرسول ونحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ايه تاني بقى حبايبي؟ ونحط حبة الملح. الأول نسمي ونصلي ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دعوة المرضان يا جماعة ودعوة لأمواتنا، ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. يلا نشوف بقى ايه، نغطي على دي تستوي ونشوف الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه ان شاء الله. هنا حبايبي بحمر الفراخ، بس الورك كبير على الطاسة فانا رحت قطعاه اتنين. هنا ايه، هنخلص الفراخ تحمير وهنشوف ايه هنعمل ايه تاني ان شاء الله. هنا بنحمر الشعرية يا جماعة للرز. انا بقى ان شاء الله كده بحب ايه، بحب الشعرية كتير جدا، يعني انا حاطة الشعرية يمكن اكتر من الرز. هنا هحمرها واحط عليها الرز على طول. كده الشعرية اتحمرت، نسمي ونصلي على الرسول ونحط عليها الرز ونقلب. قلبي بقى كده ايه، دي من تحت لفوق كده عشان الشعرية تحت ايه ما تاخدش لون اكتر من ده. بصوا ما تاخدش لون اكتر من اللون اللي هي خدته ده، تجيبي من تحت لفوق كده اهو، كده اهو. بقى الرز خد كام تقليبه مع الشعريه. بصوا يا جماعه الشعريه كتير عن الرز ازاي بيبقى جميل جدا جدا، طعمه بيبقى حلو، وبعدين الرزه بتبقى خفيفه كده، الرز بيبقى خفيف وجميل. يلا تسمي الله بقى ونحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده ميته حلوه جميله. هنعمل ايه بقى؟ نحط حبه الملح وتروحي مقلبه ونغطيه بقى يا جماعه وايه ونسيبه. وعلى العين التانية نعمل بقى الملوخيه على طول كده. احنا حمرنا الفراخ وحمرنا البتنجان، قلينا البتنجان وعملنا الرز. يلا بينا بقى ايه نعمل الملوخيه. هنا حبايبي الشوربه طبعا كانت بردت، حطيتها كده تغلي. هنا دي حته تومه صغيره كده هنحطها. هنحط ايه تاني؟ دي طماطمايه انا مقشراها، هي الطماطم ناشفه جامده على فكره، انا مقشراها بالسكينه زي ما بتقشري البرتقانه كده زي ما قلت لكم. ورحت بشراها، يعني قشرتها الاول وبعد ما قشرتها رحت بشراها اهي. طماطمايه صغيره حطيتها برضو. ونحط حبه كزبره صغيرين عشان احنا هنحط عشان احنا يا جماعه هنقللها طبعا هنقللها التومه، وهنحط برضو كزبره في التومه كده. ايه انا مش حاطه شوربه كتير، هي طبعا دي هتلاقيها حته من الملوخيه اللي انا مطلعاها. انا مش حاطه شوربه كتير عشان ما تجيش خفيفه، انا عايزاها تبقى تقيله. هنسيبها بقى اما تغلي ونشوف هنعمل حبه الملوخيه الحلوين دول ازاي مع بعضينا. هنا الشوربه غليت يا جماعه بالحاجات اللي انا حطيتها لها دي، غليت بيها كده شويه بالطماطمايه بالكزبره بالثوم. هنا بقى نسمي ونصلي على الرسول والملوخيه اهي نحطها وايه، وتسمي وتصلي على الرسول وتقولي اللهم اجعل حلاوه العسل فيكي. هنا بقى شلنا ايه المعلقه الكبيره دي، وبالمضرب بالويسك زي ما بتسموه سموه، نروحوا ايه
ضربينها كده عشان تفك من بعضيها. انا بس ايه كده بفكها من بعضيها. المضرب يا جماعة ده بيخليها تفك من بعضيها اوام، غير لما بتقلبيها بالمعلقة. يلا ايه نشوفها ايه تقيلة ولا خفيفة؟ لا ده تقيلة خالص. انا بقى بعمل ايه؟ بشيل حبة من الشوربة قبل ما بحط الملوخية، عشان لو الملوخية جت مظبوطة ماشي، جت مظبوطة، ما جاتش مظبوطة يا جماعة اروح حاطلها ايه حبة الشوربة اللي انا شلتهم. نديها تقليبة تاني. كده ايه يلا نشوفها. هي كده تقلها يا جماعة. بصوا هي كده جميلة، هي كده جميلة اهي. بس ايه نديها كمان ضربة عشان ده يفك. بس هي كده بقى ايه بقت كويسة يا جماعة. هنسيبها بقى اما تغلي، وبعد بصوا هي كده وكمان تقلها جميل. بصوا تقل الملوخية، تقل الملوخية كده جميل مش خفيفة، هي كده حلوة. بصوا اهي دي يا جماعة انا كنت مجففاها في التلاجة، بس انا اللي طلعت الكيس فك كده. بصوا شكلها ايه اللي انا مجففاها. بصوا وبقالها كتير. بصوا يلا كده بقى ايه هنسيبها تغلي بس، وبعدين نروح مقلين لها على طول ان شاء الله. يلا كده هنشيلها من على النار ونقللها. كده بنقلل الملوخية. انا بقى ما عنديش فلفل اخضر حامي، اللي هو الاحمر ده هو اللي حامي عندي، فانا قطعت كده قرن كده صغير صغير كده وحطيته على الثوم، عشان انا بحب الملوخية اعمل لها قرن سبايسي اللي هو قرن حامي وقرن بارد مع الثوم، فانا ما عنديش حامي بصراحة، رحت مخرطة ايه الاحمر ده، عملت قرن الفلفل الاحمر ده. نقلب قلب قلب قلب. عارفين قلب 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 دي الكلمة دي بتاعت مين؟ انتوا عارفين. كده ايه هنحمرها ونحطها على الملوخية ونشوف الرز بقى عمل ايه. نحط حبة الكزبرة وتقلبي بقى تقليبة واحدة بس، وتروحي شايلاها حطها على الملوخية. تسمي وتصلي على الرسول. بسم الله ما شاء الله، وشك يا معلم. حبة ملوخية بقى 10/10. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الملوخية الجميلة دي يا جماعة، ايه الملوخية الروعة دي، الله على دول حبة ملوخية. يلا بينا بقى ايه نشوف الرز استوى ولا ايه. بس ايه رأيكم بقى في حبة الملوخية العسل دول؟ حبة ملوخية سكر. بقى نبص على الرز كده. الرز بصوا الرز استوى بقى. بصوا انتوا شايفين اهو طري خالص ازاي كده. الرز استوى وبقى جميل جميل جميل. بصوا يا جماعة اهو حبة رز بقى 10/10. الرز ده زي ما قلت لكم يا جماعة اما بتكتري له الشعرية بيبقى طعمه في منتهى الجمال وبيبقى خفيف جدا. يلا ايه كده احنا خلصنا اكلنا. كده احنا خلصنا اكلنا، عملنا الملوخية الجميلة وعملنا الرز وقلينا البتنجان وحمرنا الفراخ. ويلا بقى نحط الاكلة الجميلة دي وتشوفوا الاكلة الجميلة الصيفي دي الجميلة، اكلة تفتح النفس. يلا بينا ايه نحط الاكل. هنا بقى ايه يا حبايبي، انا دقيت الثوم بقرن فلفل من الاحمر اللي عندي ده الحامي، وعصرت عليه ليمون وحطيت عليه حبة خل. وهنا البتنجان بتاعنا. يلا بقى ايه نملح البتنجان بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتنجان ده بقى يا جماعة انا ما بستغناش عنه جنب اي اكل. اي اكل انا مش بستغنى عن البتنجان دوت جنبه، والا الملوخية بقى كمان بالذات. الملوخية بقى بالذات لازم البتنجان ده جنبها.
طبق يفتح النفس فعلا يا جماعة، والله طبق يفتح النفس بجد. ولا إلا الملوخية بقى، حبة ملوخية بقى روعة روعة. صحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحة وألف هنا عليه. والسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.